على التقدم تنزيل استراتيجيه الاقتصاد بالنسبه لسوس مسا. منطقه مهمه ذات سلاسل تقريبا مناخ توجد مجاليه مهمه كبيره تاع فاروس اللي كتهم جهه بست اقاليم ديالها. هذا التركيبه الاهداف ديال المخطط الجهوي تقريبا 234 مشروع اللي كتهم المخطط الجهوي. استثمار عمومي تقريبا 1 درهم. كل درهم من الاستثمار العمومي كيجلب لنا درهم، وبالتالي الغلاف الاجمالي 30 مليار درهم بالنسبه للجهه. فرص شغل 51,000 يوم عمل، والمستفيدين اكثر من 320,000 مستفيد. النسخة التاسعة من الملتقى الوطني للمنتوجات المحلية واللي كينعقد في مدينة أكادير. هو يعني فيه تقريبا 230 عارض من التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، واللي كتثمن المنتوج المحلي على الصعيد الجهة وكذلك على الصعيد الجهات الأخرى ديال المملكة. هذا يعني المعرض كيلعب واحد الدور جد مهم، اولا في ترويج المنتوج المحلي والتقريب من يعني المنتجين من المستهلكين، وهو كذلك كيعد واحد المواكبه بالنسبه يعني للمنتجين للوصول للاسواق، وكذلك للاطلاع على اخر المستجدات فيما يخص التقنيات والاليات نتاع التثمين ديال المنتوج المحلي. وكذلك طبعا هو مجال اللي كيكون فيه عده محاضرات اللي كتكون موازيه مع العرض ديال المنتوج حول اشكاليات ديال الانتاج واشكاليات ديال التثمين، وكذلك تاثير ديال التغيرات المناخيه على المنتوج يعني المحلي والكيفيه ديال التاقلم مع هذا المنتوج. فهذا داخل في استراتيجية الجيل الأخضر اللي كتعطي واحد الأولوية لهذا القطاع، واللي يعني كيعرف واحد النمو متزايد وواحد تثمين مهم جدا، وطبعا التأثير على التنمية المحلية والتنمية الاجتماعية عبر المدخول نتاع يعني المنتجين. وهذا اللي غادي يخلينا نوصلوا ان شاء الله لابراز لهذه الطبقه الوسطى التي نصبو اليها في العالم القروي والفلاحي.